السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمني بما تنفعني وانفعنا اللهم بما علمتني وزدني علما. الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي ننزل فيجوال ستوديو، وخدنا انترودكشن كده بسيطة عن البرمجة عموما، وليه بنستخدم ليه بندرس السي شارب. وان شاء الله النهاردة هناخد اول حاجة معانا في اللغة، اول مبدأ من مبادئ اللغة، وهو الداتا تايبس. ايه الداتا تايبس؟ الداتا تايبس كده باختصار، انا دلوقتي مثلا عندي variables، عندي متغير وليكن مثلا x او y، عايز احفظ جواه قيمة مثلا 10 او 5 عشان اسجلها او احفظها عندي في الميموري. ما ينفعش اقول له كده الخمسة خد احفظها عندك في الميموري. لما اجي ادور على 5 مثلا، او لو عندي 5 تاني ادور اقول له عايز ال5 يقول لي انهي 5. فقال لك في حاجة عندنا اسمها variable. الفاريبل ده بحط جواه القيمة بتاعت ال5. طيب تمام، يعني لما انا دلوقتي اقول له عايز مثلا الاكس اللي هي قيمتها ب5، فهعمل سيرش عن الاكس فيطلع لي الاكس اللي هي ب5. تمام، يبقى انا كده عرفت الفاريبل. ايه الداتا تايب؟ الداتا تايب ده اللي هو نوع الفاريبل ده ايه، نوع القيمة اللي انا مخزنها ايه. يعني انا دلوقتي مخزن ارقام، ولا مخزن تكست اسماء مثلا، ولا مخزن ايه بالظبط، رموز. فده اللي بيحدد لي الداتا تايبس، هو اللي بيحدد لي نوع الفاريبل. خلينا نشوف كده اول نوع معانا. اول نوع معانا اسمه الانت، انتجر. تمام، ده بيخزن ارقام بس، ارقام صحيحة. انت جاي من انتجر، ده ارقام صحيحة بس. تمام، 5 بقى، 10، 100، 1000، زي ما انت عايز. تمام. تاني نوع عندنا دبل. الدبل ده بيخزن ديسيمال، رقم عشري، يعني 2.5، 2.7، 5.5 كده. تمام. الفلوت ده سمول ديسيمال، بيخزن عدد أقل من الدبل. البول ده جاي من بوليان، ده بيشيل بس ايه، ترو أو فولس بس. هسأل على الحاجة مثلا، وعايز الحاجة اللي هسأل عليها ترجع لي بقى يا إما ترو يا إما فولس، فهستخدم داتا تايب اسمه بول، اختصار لبوليان. طيب السترينج ده التكست بقى، هكتب أي تكست، أحمد، محمد، علي، هكتب جملة، هكتب باراجراف. تمام، بستخدم سترينج. عندي حاجة تاني اسمها التشار، جاية من كاركتر، دي بتشيل وان كاركتر بس، حرف واحد، رمز واحد. تمام. عندي مثال هنا بيقول لك انت ايج، الايج ده اللي هو الفاريبل بتاعي، نوعه انت، انتجر، هيشيل فيه كام، 20. يبقى ال20 متخزنة عندي في الايج اللي من نوع انت. فانا دلوقتي الميموري بتاعي، تمام، خزنت فيه فاريبل قيمته 20 من نوع انت. تمام. عندي مثال تاني string، داتا تايب اسمه string، متعرف معاه variable s، مديله قيمة أحمد بين دبل كوتيشن، لازم السترينج يكون بين دبل كوتيشن علامتين تنصيص. تمام، ولازم أنهي بسيمي كولن في أي جملة في السي شارب عموما. أي سطر هكتبه، أي سطر كود هكتبه في السي شارب لازم أنهي بسيمي كولن دي في الفصلة الموجودة، إلا استثناءات هنعرفها طول ما احنا شغالين في الكورس. يعني في سطر كده معين لا ما ينفعش تحط فيه سيمي كولن، هنعرفه ان شاء الله مع بعض. يبقى احنا فهمنا كده الداتا تايبس اللي هو بيدي نوع للفاريبل بتاعي اللي بيتخزن في الميموري. تمام. تعال ندي مثال كده من الفيجوال ستوديو كود، فيجوال ستوديو قصدي العادي، اسف. سطبناه المرة اللي فاتت، بيظهر لك الواجهة دي أول ما تفتحه، بتدوس create new project، زي ما قلنا هنختار console application .NET framework، دوس next.
نسميه، نقول له my first project. تمام. create، غير الاسم، سجلنا المرة اللي فاتت my first، خليه 1 كده. تمام. شوف بقى ايه الداتا تايبس. يعني مثلا اعرف variable الداتا تايب بتاعه int قيمة x، اقول له بيساوي 10 مثلا. تمام. داتا تايب تاني اسمه string. تمام. اسميه s، واقول له لازم السترنج يكون بين دبل كوتيشن علامتين التنصيص دول، واكتب اي حاجه بقى جوه السترنج احمد مثلا. تمام. ولازم انهي بسيمي كولن. لو ما انهيتش، شايف هنا بيقول لك ايه؟ ايرور هنا بيقول لك expected سيمي كولن، يعني متوقع انك تكتب سيمي كولن هنا. تمام. نعمل مثلا بول، نقول له بي equal true مثلا. شايف بيشيل كلمة واحدة بس، أو false. تمام. يبقى عندنا الدبل دي مثلا، نقول له بإيكوال 2 و5. تمام. التشار بيشيل حرف 1، نقول له سي مثلا، نقول له بإيكوال، لازم ده سنجل كوتيشن. التشار ده عشان حرف 1 لازم يكون سنجل كوتيشن، مثلا حرف ال A مثلا، ولازم ننهي بسيمي كولن. تمام. ايه فايدة الكلام ده كله؟ يعني انا مثلا عايز اعمل دلوقتي هجمع رقمين مثلا، فانا لازم اعرف متغير، اقول له int مثلا num1. تمام. اقدر اسيبه كده واقدر اقول له num1 ده بيساوي مثلا 10، واعمل int num2 واقول له ده بيكوال 5. انا عرفت المتغيرين دلوقتي، هستفاد بيهم ايه؟ اقول له هعرف متغير تالت int sum المجموع، واقول له ده بيكوال num1 بلس num2. انا كده عملت 3 متغيرات، num1 num2، وعملت sum مجموع وجمعت فيه الاتنين. كده المفروض هيعمل ايه؟ هيجمع لي 10 زائد 5. تيجي نطبع كده على الشاشة ونشوف يطبع لنا كام. نقول بسم الله كنترول F5. شايف؟ طبعا 15. يبقى أنا عرفت الفاريبل بتاعي الداتا تايب وبستخدمهم ازاي. تمام. الفاريبلز بقى لسه متكلمين عليها دلوقتي. بيقول لك ده بتشيل قيمة معينة أو حاجة معينة، زي مثلا int number، النمبر ده بيكوال 10. جيت قلت له النمبر هو بعينه بيكوال 20، يعني أنا غيرت القيمة بتاعته، بدل ما بقت ب10 بقت ب20. يبقى الفاريبل بتاعي بيتغير القيمة بتاعته على حسب آخر قيمة أنا اديتها له. تمام. الأرثمتك أوبريتور اللي هو الجمع والطرح والجسم والضرب والموديولس. تمام. زي اللي احنا لسه واخدين المثال اللي احنا واخدينه ده الأرثمتك أوبريتور اللي هو الجمع، عملت متغيرين وجمعته. ممكن أطرح. تمام. ندوس كنترول F5، شوف هيعمل ايه. 15 ناقص 15 ناقص ولا 10 ناقص 5 ب5. طب مثلا هضرب وأقول له يساوي كنترول F5 قصدي، ضرب 5 في 10 ب50. هقسم. تمام. نفس الكلام 2. فهمت؟
معنى الارثماتيك اوبريتور اللي هو العمليات الحسابية بتاعت الجمع والطرح والضرب والجزمة والموديولس اللي هو باقي الجسم. تمام. الاساينمنت اوبريتور بقى يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي مثلا عرفت متغير اسمه انت ايه مثلا، واديته قيمة تيكوال 2. جيت قلت له الايه ده عايز ازود عليه مثلا 2 تاني عشان اخليه 4. اعمل ايه؟ بدل ما اقول له ان هو يساوي 4، لا انا عايز ازود عليه 2. فباجي بقول له بلس ايكوال 2. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الايه اللي عندي ب2 قيمتها 2 اهي، ماشي، اجمع لي عليها 2 بلس ايكوال 2، يعني يجمع لي عليها 2. طب تيجي كده نشوف نطبع الاتنين كده، الايه دي نشوف هتطبع بكام، ب2 ولا ب4. تقول في 5، شايف؟ طبعت 4. خلينا نشيل نوقف ده كده. تمام. نقول له كنترول في 5، شايف؟ طبعا 4. يعني ايه؟ يعني الاساينمنت اوبريتور لما اجي اقول له مثلا عندي متغير عايز ازود عليه 2، فانا بقول له بلس ايكوال يعني زود لي عليه 2. طب عايز اطرح منه مثلا لو ده 4 مثلا، انا هقول له ماينس ايكوال يعني اطرح لي منه 2. يعني المفروض الناتج يبقى كام؟ يبقى 2. 4 ناقص 2 يطلع. تمام. ونفس الكلام في الضرب. هنا بتتجرى ازاي؟ يعني بقول له الايه ده اللي هي 4 اضربها لي في 2، يبقى 2 في 4 شايف؟ طبعا 8 على الشاشة. وهكذا. فهمنا الاساينمنت اوبريتور؟ هو بيقول لك use to assign or update value. بايه؟ بيزود بيحدث الفاليو بتاعتي. comparison اوبريتور بقى، بص انا مثلا معرف متغير، خلينا في النم 1 ده، النم 1 والنم 2 ب10 و5. لو انا عايز اقول له ده بيساوي ده اعمل ايه؟ اقول له النم 1، اقول له بقى ايه؟ equal نم 2. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني هل نم 1 اللي هو على الشمال ده يساوي نم 2؟ بيساوي بعض ولا لأ؟ دي كده معنى الدبل ايكوال. انما الايكوال واحدة ده بيقول له ايه؟ بقول له احفظ لي القيمة دي اللي على اليمين في الفاريبل اللي على الشمال. لما اقول له 2 يساوي، لا ده كده عندي سؤال، هل ده يساوي ده؟ طب كده نطبع ونشوف هيقول لنا ترو ولا فولس. قال لك فولس، لان النم 1 عندي ب10 النم 2 ب5. نفس الكلام هنا لو قلت له علامة التعجب يساوي دي يعني ايه؟ يعني نوت. هل النم 1 لا يساوي نم 2؟ نوت ايكوال نم 2. هنشوف كده ردتنا ايه؟ ترو. ايوه فعلا لا يساوي. نفس الكلام لو اكبر من او اصغر من. بس كده يعني هنقف كده النهارده، وان شاء الله السيشن الجاي نكمل باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.